وكافة الشهداء يعني حركة تحررية عبر العالم. تحية للرفاق المعتقلين داخل سجون الرجعية من داخل المغرب وخارجه. يعني تحية للشهداء، يعني للشهداء الجمعية الوطنية، معتقلي الجمعية الوطنية البقالي وغيرهم من المعتقلين. تحية للرفيق الظلمات الذي اعتقل يعني على مستوى الأيام الماضية يعني من داخل موقع مراكش. تحية لكافة الحضور. أكيد أن يعني ملف الاعتقال السياسي هو يعني قضية طبقية كما نقول، وهو مرتبط بوجود جهاز الدولة الطبقي الذي يمارس يعني عنفه المنظم على أوسع فئات الجماهير الشعبية من أجل ضمان استمرار سيطرته الطبقية. وبالتالي يعني أي حركة احتجاجية كيفما كانت يعني إذا كان مضمونها الطبقي مناقض لمصالح الطبقات الحاكمة، الأكيد أنها ستتعرض لاعتقالات، ستتعرض لاعتقال. وبالتالي الاعتقال ليس شيئا يعني جديدا او لا يعني شيء خارج عن عادة النظام القائم المغربي بقدر ما انه هو يعني من داخل سياسته يعني ديال الحكم ديال النظام القائم المغربي. وبالتالي نحن لم نفاجأ اذا سمعنا ان اغلب يعني ان اي حركة احتجاجية والا ستتلقى نصيبها من القمع، من اغتيالات، من اعتقالات. وبالتالي من هنا يعني هذا الاعتقال هذا لا يمكن ان نرد عليه الا برد يعني ديال الجماهير الشعبيه كاملها، باش انها تستوعب بان الاعتقال السياسي ماشي لكم المناضلين اللي كيتعتقلوا على اساس تهم، ويعني في نهايه المطاف يعني على اساس قانون جنائي ولا قانون ديال ولا اي قانون، بقدر ما انه في نهايه المطاف يعني محاوله من اجل عزل هذا المناضل او ذاك عن الحركه الاحتجاجيه، من اجل ضرب هذه الحركه الاحتجاجيه من استمرار يعني الامامي. وبالتالي احنا من موقعنا حاليا كجمعيه وطنيه نجسد هذا الموقف باعتبار يعني التضامن يعني مع كافه المعتقلين السياسيين، لانه كما ان الحركات حاليا تتعرض للاعتقال بالدوله بغدا هذا الفرع ديال الزرع يتعرض له الاعتقال، وهذا اكيد جدا اذا قد انه يرفع من يعني من المستوى ديال النضال ديالو ويدخل يعني في صدامات مباشره مع النظام. والاعتقالات كانت ستكون في المقاطعه ديال 44 57 يعني في نهايه المطاف راه داكشي كان وارد دائما، وحاليا ما زال واردا انه تكون اعتقالات. ماشي حاجه مستبعده. قتلوهم ولا الشعب يخلفوهم، قتلوهم عدموهم ولا الشعب يخلفوهم، قتلوهم عدموهم ولا الشعب يخلفوهم، اعتقلوهم عدموهم ولا الشعب يخلفوهم، اعتقلوهم عدموهم ولا الشعب يخلفوهم، اعتقلوهم عدموهم ولا الشعب يخلفوهم. كمعتقل سياسي سابق من داخل يعني مجموعه الهرب وتكون يعني خبرنا سجون يعني النظام الغاشم اللي في نهايه المطاف سجون ديال الرجعيه والدهاليز ديال المخابرات ديالو والدهاليز ديال الكوميساريات والظلمات ديال السجون ديالو. يعني في نهايه المطاف المعتقلين هما اللي كيخطوا انهم ينوروا هاد الظلمات ديال الزلازل وكيوضحوا في نهايه المطاف السياسات ديال العهد الجديد والديمقراطيه وحقوق الانسان اللي في نهايه المطاف النظام كيتبجح بها يعني وكيصم بها الاسماء ديالنا كل يوم وكل ظاهره وكل ثانيه بان المغرب هو استثناء يعني على مستوى العالم العربي. ونحن نقول انه لا امن بين القنافذ. النظام القائم بالمغرب هو اكثر فاشيه من غيره من الانظمه، ولكن ما يميزه هو انه يعني اكثر يعني في المطاف يعني انصياعا للدوالب الامبرياليه الصهيونيه، وهو ما يجعله هذا الاستثناء يعني ان في المطاف الامبرياليه تحاول ما امكن ان يبقى الاستقرار من داخل المغرب كضمانه السيطره على باقي العالم يعني ما يسمى بالعالم العربي. وبالتالي حاليا وما يعني المساهمات ديال الامبرياليه بالكريديات اللي كتقدم لها الحكومه ديال الفاشيست ديال بن يعني الا داعي على ذلك ستة المغرب دابا حاليا كتقدم يعني ديون من اجل تهدئه هذه الازمه هذه، ماشي من اجل الشعب المغربي قدر ما انه من اجل اطاله امد النظام القائم في المغرب الذي انتهت صلاحيته منذ مده، ولكن غياب اي بديل حقيقي على مستوى الشارع المغربي هو اللي خلى الامور انها تزيد يعني انه وخوتعيا ما طفي غتشعل غتشعل، وخوتعيا ما طفي غتشعل غتشعل، ويا نار الجماهير نار قوية غتشعل، ويا نار الجماهير ونار قوية غتشعل، الجماهير يكليب وحدتنا لازم تصمد، الجماهير يكليب وحدتنا